هو ذكر كتب النظام المخزني يحكي على نظام المغرب، وكتب النظام الفرنساوي، وكتب إسرائيل. موجود في الصف اللي فيه الجزائر، وعدد من المواقف متاع قيس سعيد في عدد من القضايا بما فيها موضوع الصحراء الغربية. عفو عزل الرئيس التونسي. بالفعل هي الحقيقة حاجة أو مقال هذايا أثار برشا جدل من اليوم الصباح في وسائل الإعلام التونسية، باعتبار وأنه اعتبرته عديد خاصة المواقع أنه قنبلة قامت بتفجيرها جريدة الخبر الجزائرية لكاتبه الصحفي جلال بوعاتي. يقول في المقال هذايا: عقدته المخابرات الفرنسية والمغربية والصهيونية في تل أبيب أمس اجتماع في إسرائيل لخلق الفوضى في 4 ولايات جزائرية. اطلاق عملية الذئب لإضعاف وعزل الرئيس التونسي. العملية هذه يقولوا انطلقت منذ 20 ماي. نتجاوزوا البارتي اللي خاصة بالجزائر، نمشيو للبارتي في المقال الخاصة بتونس. يقول في نفس الاتجاه: أكدت مصادر الخبر أن الجارة تونس لم تسلم هي أيضا ولا شعبها من مخططات زعزعة الاستقرار، حيث أطلقت الاستخبارات الإسرائيلية والفرنسية والمغربية عملية ضد تونس بعنوان الذئب، بدأت في 20 ماي الجاري، وذلك عبر خلق موجات من الاحتجاجات العنيفة والفوضى، الغرض منها إضعاف وعزل الرئيس التونسي قيس سعيد. اليوم الصباح قمت بالاتصال بالصحفي اللي هو مدير التحرير أيضا سي جلال بوعاتي على الواتساب، وكنا متفاهمين وأنه يكون حاضر معنا بالهاتف مباشرة في 90 دقيقة، ربما من أجل وأنه باش ناخذوا أكثر معطيات، باعتبار وأنه الفقرة كانت مقتضبة جدا بارابور العنوان إطاحة برئيس دولة وأجهزة استخبارات كبيرة أجنبية، خاصة فيها دولة عظمى كيف ما فرنسا. حبينا نفهموا من أكثر من عنده معطيات، باعتبار وأنه ما قدم نتصور اللي هو ربما يجي في إطار معلومات تم استقائها ربما من المخابرات الجزائرية. فحبينا أني احنا ناخذ من عنده أكثر معطيات، وهو وافق أنه يكون موجود معنا، والآخر لحظة لم ينفي حضوره معنا، لكن وقت الاتصال به سي جلال بوعاتي ما جاوبش على التليفون. المقال هذايا اثار برشا تساؤلات، برشا حيرة. هو رئيس تحرير الجريدة ايوه، هو كاتب الخبر هذاك. ولا. علاش احنا اتصلنا به وتم الاتفاق اليوم الصباح بكري معاه انه هو يكون موجود باش يحكي على الجزء اللي خاص بتونس، باعتبار وانه ما تمش التوسع فيه، وباش يبين لنا المؤامرة هذه الاسرائيلية المغربية الفرنسوية على تونس كيفاش، وعلى الرئيس قيس سعيد كيفاش، خاصة وانه خلود في الفترة الأخيرة كثر الحديث من الجانب الجزائري على تونس، وربما على الشأن السياسي الداخلي التونسي. والآن اليوم اللي خلينا نقفوا عند المقالة ذي ونتصلوا بالكاتب متاعه ونعطيه هذا الحيز الزمني في ليميسيون، لأنه التهم اللي فيه تهم خطيرة وخطيرة جدا. وإلى الآن حسب ما تابعت أنا خلود ما فما حتى رد رسمي جزائري، وهو راه مش كان جريدة الخبر نشرت، فما جرائد أخرى نشرت زادة نقلت، فما حتى رد رسمي جزائري على القنبلة التي فجرتها جريدة الخبر الجزائرية. معطيات خطيرة. الإطاحة برئيس جمهورية ماهوش لعبة، هذايا ما يتمش الحديث عليه بطريقة سهلة، بطريقة بأوركستراسيون في الإعلام الجزائري بالطريقة هذه. حبينا نفهمه، لكن بالأسف سي جلال بوعاتي مش مشكلة، احنا قاعدين نحاولوا نتصلوا به. إذا كان هيت أحلام في الأثناء نرجعوا إلى التصريحات الأخيرة لتبون، هيت نمشيو احنا للرئيس الجزائري، خلينا نفهموا الفكرة هذه منين بدينا نتابعوا فيها. الرئيس الجزائري أول من قال أنه تونس تتعرض لمؤامرة والجزائر معها، أحب من أحب وكره من كره. عودة في حوار آخر يقول: راهو الموقف الجزائري من الأزمة في تونس لن يتغير، والجزائر لن تسمح بانهيار تونس. دونك اليوم كي نقرأوا المقال هذايا ونشوفوا البلدان المذكورة فيها والأطراف التي قد تكون متداخلة في عملية الذئب هذايا، نلقاو أنه فما المغرب، فما فرنسا، وفما إسرائيل تلموا مع بعضهم في تل أبيب باش يعملوا اجتماع 12 ضابط مخابرات مغربي حسب المقال للإطاحة بنظام قيس سعيد، الإطاحة بقيس سعيد. وحسب المقال الاجتماع هذا صار نهار 20 ماي. خليل، المقاربة هذه إلى أي مدى يمكن أن تستقيم في علاقة بالأعمال الاستخباراتية؟ مثلا نرجعوا إلى قراءة تاريخية، لازم يركبوا المعطى على المعطى، خاطر ثم زوز معطيات. فما معطى أنه ما نساوش أنه مقال جزائري وكاتبه صحفي جزائري، شو معناه؟ والبلدان اللي ذكرها لا ما هو باش نبداو في الماكرو باش نهبطوا بشوي بشوي الميكرو. البلدان اللي ذكرها الثلاثة مش بالصدفة، هو ذكر كتب النظام المخزني يحكي على نظام المغرب،
وكتب بالنظام الفرنساوي وكتب اسرائيل. البلدان الثلاثه اللي ذكرها هي بلدان مشتبكه كلها مع الجزائر، وكلها حاولت تاريخيا احداث تغييرات سياسيه في الجزائر وتأليب الامور العروشيه والعرقيه والقبليه والجماهيريه والربيعيه، وكله فشلت. الجزائر قعدت البلاد اللي منعت من هيك الموجه نتاع الربيع العربي. اثنين، وقت تقول لي تونس كحليف قوي للجزائر، تونس كظهير امني واستراتيجي للجزائر، تنجم تتعرض ولا ما تتعرضش؟ نعطيك شويه معطيات. انا توا عمليه الذئب والعنكبوت بالطبيعه قريتها في المقال كما الناس الكل، وننتظر انه يتكشف موعد 20 ماي صحيح غلط كذا، لكن عندي دي زونتيسيدون. نعرف اللي المخابرات الاسرائيليه يعني جاهرها قيس سعيد بالوضوح وقت اللي في حملته الانتخابيه قال تطبيع خيانه عظمى، ونعرف شنو تصنيفه في الكونغرس وعند الاسرائيليين، ونعرف اللي المخابرات الاسرائيليه عندها دي زونتيسيدون مع تونس كي دخلت قتلت بوجيات في 88، وعندها دي زونتيسيدون مع تونس كي دخلت قتلت محمد الزواري تقريبا في 2016 ولا وقتاش 2016. دايوغ الاستغراب ما جاش حول المخابرات الاسرائيليه. استنى هذا انا جايك المغاربه، انا جايك عندك المغرب وفرنسا. انا جايك عندنا دي زونتيسيدون اخرين مازلنا كي كنا نحكيو عليهم، وطارق عنده عليهم رؤيه كامله اللي هما حضروا اخيرا معناها مخطط لاجلاء اليهود جربه، ولعبوا على عنصر المظلوميه واتكاو على حادثه استشهدوا فيها ضباطنا التونسيين والمسلمين دفاعا عن مواطنين يهود وسياح يهود اللي يقولوا اليهود معارضين للخطر والساميه وغيره. يعني المخطط واضح. باش نحكي على المغاربه نحكي لك على زوز حالات. المغاربه علاقتنا بهم ما توترتش فقط المده نتاع البوليزاريو، لا، من قبل كان ثم حديث على دور معين للمخابرات المغربيه في ايقاف معناها تطور نقل الفوسفات في تونس، وهبطوا على سوق الفوسفات بكل معناتها ما يملكون من قوه ومن قدرات تنافسيه باش يفكونا المارشي نتاعنا، ودخلوا على خط المنافسه. اثنين، على مجرد استدعاء قمة التيكاد شوف شنو اللي صار من تأليب للرأي العام المغربي والأفريقي والدولي على تونس. هل أستغرب أنا شخصية بمثل شخصية قيس سعيد اليوم في علاقته بالجزائر وفي علاقته بالعالم الكل تتعرض إلى مؤامرة من طرف دول تعودت على العملاء، اللي هي بالصدفه نفس الدول على العمالة الجزائر. انا واحد من الناس لا مش اللي هي بالصدفه نلقاو نفس الدول اللي الجزائر عندها مشكله بالصدفه، هي نفس الدول اللي عندها مشكله مع اليوم حبوا ولا كرهوا احنا موجودين استراتيجيا في خط الممانعه اللي عملته الجزائر، وفي الرؤيه الفكريه والاستراتيجيه للمنطقه العربيه اللي عملتها الجزائر. هو قال الرئيس احنا في خط التحالفات ربما بشكل ماناش واضحين كذا في التحالفات اللي عملتها الجزائر، حتى مع ايطاليا متحالفين احنا والجزائر وايطاليا، معناتها بشكل طبيعي جدا اللي عنده مشكله مع الجزائر يولي عنده مشكله مع تونس، وبشكل طبيعي جدا أن تونس أصبحت تمثل بالنسبة للدول هذه اللي عندها العقلية الاستعمارية وعندها العقلية الاستخبارية تمثل هدف، لأنه قيس سعيد أوقف مشروع كامل. العملاء متاع هذوما كانوا موطنين لهنا في تونس وموكرين، وقيس سعيد جاء قال لهم سامحونا البرة عندنا سيادة وطنية. تونس والجزائر ضد كل مطبع وضد الدول الكل، وهم عاملين خط صد في الموضوع. عملية الذئب بربي هذه يا طارق. لا شوف غزالي، خنفرقوا بين عملية الذئب واجتماعات خنفرقوا بين زوز مستويات. المستوى الاولاني اللي ما عندوش علاقه بالمقال، فما مقال ولا ما فماش، مش مهم وجود مقال، اللي هو المستوى الجيوسياسي اللي يحكي عليه تو خليل شويه، اللي نحن تحب ولا تكره موقف قيس سعيد في عدد من القضايا. موضوع التطبيع، شوف المغرب قررت بشكل انفرادي انها تعمل تطبيع مع اسرائيل في منطقه شمال افريقيا، اول دوله في منطقه المغرب معناها اول دوله تعمل تطبيع مع اسرائيل، وهذا فرض اصطفافات. المغرب موجوده مع الامارات في اتفاقات ابراهام، موجوده في صف معين عربي متحالف مع اسرائيل. هذا مش سر، هذا معلن، وتحالف هذا مش معناتها نحكي على مؤامره سريه. هذا قيس سعيد موجود في الصف الاخر، موجود في الصف اللي فيه الجزائر، وعدد من المواقف نتاع قيس سعيد في عدد من القضايا بما فيها موضوع الصحراء الغربيه تم تكييفه او موضعته بشكل انه يبدا متقارب مع الجزائر. حتى العلاقه القويه مع ايطاليا هي جايه ايضا في اطار التقارب الجزائري الايطالي. جيوبوليتيكمون دونك تحب ولا تكره، معني ولا ماكش معني، قررت ولا ما قررتش، انت موجود في الاصطفافات هذه. هل انه اسرائيل باش تحاول تتآمر عليك؟ ما عادي جدا، ما تنجم كان تتآمر عليك اذا كان انت مصر اللي الخيانه معناتها تطبيع خيانه عظمى. هذا مستوى. المستوى الاخر هو خلينا نسميوه التكوير الاعلامي الاستعلاماتي. التكوير الاعلامي الاستعلاماتي. ولهنا الجزائر
تجيد جيدا التكوير هذا. فما عركة إعلامية استعلاماتية بين الجزائر والمغرب. داير نحب نحيل على مقال متاع جمال العرفاوي كتبه تعليقا على هذايا مقال الخبر، وجبت فيه اللي موجود في الصحافة المغربية حول مؤامرات مشابهة جدا. قعدت الجزائر مع روسيا للتآمر على المغرب ومد البوليزاريو بسلاح لاستنزاف الجيش المغربي وإلى آخره. أنا شنو نحب نقول هنا؟ خلينا نكونوا حذرين ونفرقوا بين أنه موجودين نحن جيوسياسيا في اصطفاف ضد إسرائيل والحلف اللي عملته إسرائيل، وبين أنه نكونوا عنصر في لعبة إعلامية استعلاماتية في الجزائر. نحن يا خويا نحن قادرين نثبت وحدنا ونحاولوا ناخذوا معطيات المخابرات مش من جريدة الخبر، ليه؟ الداخلية متاعنا والأجهزة الأمن متاعنا في تواصل مع الأجهزة الجزائرية معناتها هي تاخذ معطياتها مباشرة. خلينا نكونوا حذرين. إن شاء الله الرئيس بالعربي، إن شاء الله الرئيس معلوماته الاستعلاماتية ما تكونش مقال الخبر الجزائري، أنه يدرك جيدا أنه فما مستوى نتاع حرب إعلامية استعلاماتية بين الجزائر والمغرب، وما نكونوش لعبة فيه، ما نعملوش ديريكسيون بناء على مقالات إعلامية. أنه رئيس الجمهورية علاش نحب نقول بمقالات هكا في لا الصحافة. أنا نقول إن شاء الله ما يصيرش، باش قاعد نقول إن شاء الله ما يصيرش. علاش قاعد نقول في هذا؟ تتذكر المرة اللي فاتت كي جبدنا جيروزالم بوست المقال حول أنه راهو باش يتم حل حركة النهضة، وقلت لك أنا راهو جريدة جيروزالم بوست قاعدة تنشط في دولة أخرى شمال أفريقيا، قاعدة تنشط في المغرب. عملت مثلا شركة جيروزالم بوست مع مؤسسة إعلامية مغربية عملت مؤتمر مهم في مراكش حول الاستثمار. يعني فما تكوير اعلامي استعلاماتي، راه خلينا نكونوا واضحين، نكونوا حذرين منه فقط، نميزوا بين انه راهو في الاخر صحيح نحن متقاربين مع الجزائر، اما الجزائر وتونس خاطر زاده راهو العلاقه مع الجزائر ماهيش كلها باهيه، راهو فيها جزء ماهوش باهي. توا صحيح مازلنا كي خذينا قرض من عند بنك افريقي اللي هو مدعوم جزائريا 500 مليون دولار باش يحل لنا جزء من مشاكلنا في الاشهر القادمه. صحيح جزء كبير من الغاز جاينا من عند الجزائر، لكن هذيك تبعيه معناتها طاقيه اللي على مدى طويل ماهيش زاده مفيده. دونك خلينا نميزوا بين التحالف والتبعيه، نكونوا دقيقين في التمييز بين التحالف الأحلام في النقطة هذه جوستومون. خليني قلنا طبيعي اليوم أنه خليني نقول أنا احنا قاعدين نتصلوا راهو بكاتب المقال، لكن حبيت نعاود نذكر انه التو مش قاعد يجاوب في التليفون. انا بربي نحب نقول حاجه وبكل وضوح وباختصار. ما يحدث هذايا التصعيد الاستعلاماتي الاعلامي في الجزائر وما يروج عبر وسائل الاعلام الجزائريه وجرائد محسوبه على السلطه في الجزائر ومحسوبه على الجيش الجزائري، واحنا نعرفوا اليوم الجرايد شنو تصنيفها في الجزائر ولا في غيرها من الدول. هو لا يخدم باي طريقه من الطرق الرئيس قيس سعيد، لانه انا نحب نشير لحاجه. اليوم فما حتى حد ينكر انه النظام الجزائري عنده ازمه داخليه خلود. اليوم فما ازمه متاع مشروعيه ومتاع شرعيه ومتاع شعبيه. السرديه المبنيه عليها النظام الجزائري تاكلت برحيل عبد العزيز بوتفليقه واخر وجوه النظام، خلينا نقولوا دوله الاستقلال والا محري الجزائر والحراك اللي صار في الجزائر وما الى ذلك. يعني اليوم الالتجاء الى مثل هذا الفكر المؤامراتي الكبير برشا والايغال، لانه اكيد فما مؤامرات، ما ننفيوش اليوم ان تونس فما اليوم مؤامره خاصه على مستوى ربما امني اقتصادي نجم يكون هذا موجود، وانه يحكي فيه الرئيس قيس سعيد ينجم يكون بنسبه كبيره موجود، لكن نعم امني واقتصادي واستعماري. لا نجم يكون موجود. خليها تكمل لكن اليوم هذا ما يحدث. اليوم الرئيس قيس سعيد مش على نفس الموجه ولا الوتيره مع النظام الجزائري، لانه لا تنقص الشرعيه ولا المشروعيه ولا المسانده في الشارع اليوم باش ربما يحطوه الجزائريين معاهم في نفس الخندق والا يستعملوه عفوا عذرا على الكلمه كدرع سياسي او كورقه مفاوضه مع الايطاليين او مع الاوروبيين او مع غيرهم، خاصه وقت نرجع تصريحات السفير الجزائري في ايطاليا مؤخرا وقت اللي يحكي مع الايطاليين على مساعدات باش يقدمها لتونس. نعتقد انه هذا ما يخدمش الرئيس قيس سعيد، مش في حاجه ليه، باعتباره انه سيقع انهاكه بهكذا سرديات قد تكون تفتقر ربما الى الحجج وتفتقر الى القوه والى خلينا نقولوا الى الصلابه، ان هي حجج لا تصمت. يعني تكرارها في كل مره من طرف الرئيس ولا الاعلام الجزائري سوف يساهم ربما في تهرئه
الرئيس قيس سعيد، وهذايا ماهوش به. واضح. احنا ضيفك على ما يبدو تليفونه تسكر. تسكر كومبليتمون. ليه خلود لحظه. هو هي الخبر الجزائرية جزء حاجة برك. الجريدة هذه جريدة الخبر هي أغزر لي، معناتها جريدة الخبر الجزائرية معروفة، هو تعرف